اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله بإذن الله. تعالوا بقى نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة بقى هنعمل أكلة حلوة كده، أكلة حلوة، أكلة كده. احنا بنعشقها، كلنا بنحبها، كلنا بنموت فيها. يا ترى هتعملي لنا ايه النهارده؟ تعالوا بقى نشوف النهارده ونبدأ الحلقة بتاعتنا بالصلاة على النبي كده وعليه الصلاة والسلام. وحبيبي يا رسول الله، معايا قرنين فلفل يا سحر، او فلفل كده اخضر على فلفل احمر لو عندك، وحطي وما تستخسريش. حطينا ملح وكمون وبهارات سمك. وحطيت ايه تاني يا سحر؟ وحطيت ايه تاني؟ استنوا. اه، وكزبرة ناشفة، كزبرة ناشفة. وهنا بقى جبت الليمون بتاعي وحطيته، طبعا بعصر ليمون كتير، سمك يعني ليمون، ما تستخسريش حاجة في السمك بالذات بالليمون. الليمون ده بينقله في حتة تانية. آه لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناة ينزل ويفعل الجرس ليا عشان يوصلوا كل جديد. وتعالوا بقى نشوف السمك بتاعنا القمر ده عملناه ازاي. انا جبت السمك بتاعي غسلته غسلته وحدقته كده، ملحته زي ما بيقولوا وايه. بس كانت فيه مفاجأة. المهم يا جماعة، انا ابني اتصل عليا بالتليفون وقال لي هتعملي لنا فطار النهارده ايه يا ماما على الفطار؟ قلت له هعمل لكم سمك. قلت له اه سمك. قال لي خلاص ماشي. المهم، جاي من الكلية كده وفاجئني، لقيته داخل عليا، ما تحرمش ابدا من دخلتك عليا يا قلبي. المهم، لقيته جايب لي ايه بقى؟ بص كده، احنا ملحنا السمك. جبت البولة بتاعتي، حطيت كوباية دقيق ونص كوباية نشا، وايه، وهقلبهم كده كويس قوي قوي. تمام، حد كده وتمام. كمان جبت شوية مية كمان عشان ايه، الحلحها كده واظبطها كده زي ما انتوا شايفين كده. المهم، يا ترى هتعملي ايه في الدقيق والنشا واللي انت حطيتيه ده والميه؟ اصبروا. وخدت بقى معلقه دقه حلوه كده، وحطيت هنا كمون، وحطيت برضو بهارات بهارات السمك. ماشي، وقلبتهم كويس، وشويه كده كزبره ناشفه، وايه، وقلبت الخلطه بتاعتنا ديت، ونسمي ونصلي على رسولنا كده عليه الصلاه والسلام. وحبيبي يا رسول الله، حبيبي وشفيعي يا رسول الله. ونزلت بالجمبري. الجمبري ده انا معرفش جايبه منين. بس ده كمان ما جابليش جمبري بس، ده استنوا بس، ده جاب لي كمان عشان اعمل له ايه، شوربه، اللي هي شوربه السيفود. المهم، نزلت بشويه زيت كده في الحله بتاعتي، وهننزل بالبصلايه. ايوه، بالراحه يا حاجه كده على ايدك عشان احنا محتاجين ايدك دي. المهم، احنا يا جماعة من عشاق السمك، بنحب السمك موت. سمك أكلة كده مفيدة. وأكيد طبعا، أكيد عارفين انتوا طبعا، يعني تغيير طعام بقى، تغيير أكل بقى، يعني نغير في رمضان. المهم، نزلت بالبصلة بتاعتي. كنت داخلة، يعني دخلت عملت الفطار ده. يعني هو جالي بعد العصر كده. انا بقى ايه، يعني عشان الاكل يبقى سخن، ما ساعة، هو ساعة خلصت كل حاجة. المهم، نزلت ببصلاية تانية. خلوا بالكم، انا حاطة يعني بقلب هنا وهنا، متقلقوش، سيطرة يعني سيطرة. ونزلت بمعلقة توم، دي بقى اللي هنعمل بيها ايه. بصي سهلة خالص، بصلاية و... ونزلنا بيها يا دوبك، صفرتها كده تصفيرة كده، ورحت نازلة عليها بمعلقة التوم. إيه، اما نزلت بقى بمعلقة التوم، سبتها بقى ايه، خدت تقليبه كده، وزودت البصله بتاعتي. بصوا يا حستي السودا يا انا ياما، لو امي شافتها هتقولي انت كده حرقت البصل. المهم، ونزلت بالرز بتاعي. بعشق رز السمك ده، بعشقه، لذيذ جميل. المهم خلينا في المهم. وحطيت بقى شويه كزبره كده، وعايزه تحطي شويه دقه على الرز حطي، وبراحتك خالص. ونزلت بقى بالايه، جايب لي بقى جمبري، على
على بتاع ده، على استكوزة، طبق كده اعمل له فيه شوربة سفود. بس يا رب يا رب، بصوا بقى مش قادرة اقول لكم، كانت على جمالها وطعمتها وحلاوتها. لو هو كان يطلع معايا في الفيديو كان قال لكم ان بصراحة كانت تحفة. حطيتي ايه بقى يا سحر عليها؟ انا بعد ما نزلت بالحاجة، رحت جاية حاطة معلقة دقة على شوية كمون، رحت مقلباهم في بعض كده، ونزلت بالكريمة بتاعتي. الكريمة دي بقى يا جماعة أنا قلتها في حتة تانية، حاجة كده وهم في خيال. والله والله شكروا لي فيها قوي قوي، لدرجة ان هو قال لي يا ماما انا لما كنت بنزل اسكندرية، يعني نزلت اسكندرية، كان نازل اسكندرية يصيف في سنة، بيقول لي رحت مطعم فخم كده حاجة كويسة، وما كانش عاملها زي اللي انت كنت عاملاها دي، جربوها وهتعجبكم قوي. المهم بهرت الدقيق بتاعي، حطيت له برضو توابل سمك وملح وبرضو شوية نشا، شوية كمون، وبهرت الدقيق بتاعي اللي انا هنزل بيه بالسمك، هقلي بيه السمك. احنا هنا هنعمل سمك بولتي، وكان معانا سمك مكرونة برضو، يعني الناس بتحب سمك المكرونة، وعندنا اللي بيحب البولتي، وانا اهم حاجة انا اعمل وهم يأمروا وانا انفذ. ولادي ولادي ولازم اعمل لهم اللي هم نفسهم فيه. المهم كان الرز دخل على سوا، وطيت عليه بقى، وهنا كنت بطلع في السمك، وهنا بقى دي بقى الاكلة بتاعتنا، والسلام عليكم.